هل ممكن جريمة تبدأ بلعبة؟ في ليلة ممطرة بنت صغيرة بتدخل بيتها بتلاقيه ضلمة وسكوت وجثة عمها قدامها وسلاح الجريمة أداة من أدواتها هي الشخصية. ومن هنا بتبدأ سلسلة جرائم غامضة كل واحدة مرتبطة بلعبة لغز وكل ضحية فيها سر والقاتل دايما سابقهم بخطوة. بيبتدي المسلسل بيون اللي كانت راجعة من المدرسة في يوم ممطر، ولما دخلت البيت بتنادي على عمها لكن مش بيرد. بتمشي في البيت والكهرباء طافية وبتلاقي على الأرض لعبة لغز، بتستغرب وجودها وفجأة بتدوس على دم كان على الأرض وقدامها كان عمها مطعون بسكينة وميت. يون واقفة مصدومة ومش عارفة تعمل ايه. بتوصل الشرطة بعد دقايق وبيعرفوا وقت الوفاة المقدر اللي كان تقريبا قبل ساعة، والضحية كان ضابط شرطة سابق ورئيس القسم. وبياخدوا أقوال يون اللي كانت غريبة في تصرفاتها وهادية، وبتعرفهم اللي حصل لما دخلت البيت وشافت عمها بس مش بتجيب سيرة لعبة اللغز. وعلى حسب الأدلة اللي عندهم مفيش أي علامات على اقتحام للبيت ولا مقاومة من الضحية، والمشتبه فيه الوحيد هي يون لأن بصماتها على سلاح الجريمة اللي كانت أداة من أدوات الرسم بتاعتها. ولما المحقق كيم دخل وواجهها بكل الأدلة دي كل اللي بتقوله إنها مش فاكرة حاجة وعاوزة ترجع البيت، وفعلا بترجع للبيت اللي كان متحوط بالشرطة. ولما بتدخل البيت بتنام في نفس مكان جثة عمها اللي مات، وبتفتكر إنها واقفة وشايفة نفسها مكان القاتل. بالليل بتروح للقسم وبتسلم لعبة اللغز للمحقق كيم وبتقول إنها نسيت توريها له بعد 10 سنين ولسه قضية عمها ما اتحلتش. والمحقق كيم بيحاول يوصل لأي دليل لأنها كانت قضيته الأولى ولحد النهاردة مش عارف يحلها. بيروح لبنت اسمها يوم واللي مفروض كانت يون عندها قبل ما ترجع البيت يوم الحادثة، وقالت لها حاجة غريبة إنها كانت عندها علشان يكون عندها حجة غياب. يون بتبقى محققة هي كمان، كانت بنت غريبة والكل كان مش مرتاح لها. بتروح لمسرح جريمة لولد صغير لأم له هو قاعد يلعب على الكمبيوتر، ومن تفاصيل الجريمة بتقدر تتوقع اللي حصل إن أخو المقتول الكبير دخل البيت وكان أهله بره، ولما دخل الأوضة بتاعتهم بيلاقي أخوه ميت على الكمبيوتر وخرج بسرعة واتصل على أبوه وأمه. ومن توقعاتها إن الأهل كانوا بيحبوا الولد الصغير أكتر من الكبير وبيجيبوا له كل اللي هو عاوزه. ومن وجهة نظر يون إن الأخ الكبير هو القاتل. بترجع القسم وبتتكلم مع الولد اللي مشتبهين فيه، وحاولت بطريقتها الطفولية بتخليه يحكي لها كل حاجة هو عملها بالظبط رغم انه حاول بكل الطرق يخفي الحقيقة. كم لسه بيحاول يراجع كل اللي حصل في قضية عم يون ومش قادر يوصل لأي حاجة. وفي يوم الذكرى العاشرة لموت عمها بترجع البيت القديم، وهناك بتلاقي مدبرة البيت اللي كانت بتنظف وخارجة. وقتها وصل مندوب توصيله وبيدي ليون ظرف، ولما فتحته بتلاقي فيه لعبة اللغز كانت قطعة تانية غير اللي لقيتها قبل كده. بتجري على اوضتها وبتخرج القطعة اللي لقيتها في مسرح الجريمة قبل كده وبتربطهم ببعض. ما كانتش فاهمة حاجة وخايفة. بتتصل بكيم لكن رقمه مغلق. بتروح بيت امه وبتسأل عليه بس بتعرف انه مش موجود. ولما كانت خارجة بتنسى مكان عربيتها. بتفضل تدور عليها مدة. وقتها بتلاقي عربية شبه عربيتها واقفة وانوارها شغالة. بس الصدمة الكبيرة مش هنا. يون بتشوف جوه العربية جثة البنت. بتبلغ الشرطة وبيوصلوا للمكان وبيعرفوا انها من سكان العمارة واسمها لي. ولما كيم بيعرف ان يون هي اللي شافت الجثة وبلغت بيشك اكتر. ليه بعد 10 سنين وفي نفس اليوم اللي مات فيه عمها وكانت في مسرح الجريمة تكون برضه في مسرح جريمة تانية؟ ولما راح يقابلها عرفته انها كانت عاوزة تقابله وبالصدفة شافت الجثة وبتشك انه قاتل متسلسل. وورته كمان لعبة اللغز اللي لقيتها لكنه عرفها انه شاكك فيها وانها هي اللي رسمت العاب اللغز دي. يون بتعرفه ويصدق اللي يصدقه وبتمشي. بيراجعوا الكاميرات وبيدخلوا بيت الضحية بس مش بيوصلوا لحاجة. ولما كيم بياخد تسجيل المكالمة اللي يون اتصلت فيها على الشرطة وبلغتهم عن الجريمة كانت بتتكلم ببرود وبتقول انها لقت ست ميتة ومش انتحار، مقتولة. بتتكلم يون مع كيم وبتحاول تقنعه باللي هي وصلت له ان في قاتل متسلسل بيرسم على العاب اللغز رسم بنت وبعدها لقوها مقتولة، بس عاوزة تعرف ليه بيبعتها لها هي وايه هي دوافعه. بس كيم برضه مش مصدقها وبيقول لها انها بتخترع قصص غامضة علشان تبعد الشبهة عنها. بيروح كيم المطعم كان ملك للبنت ليه الضحية وبيعرف من موظفة هناك انها كانت بتتكلم مع شخص قبل ما تسيب المكان وترجع لبيتها وماتت، وكمان اخد الرقم بتاعها. ولما سألها اذا كانت يون جت هنا قبل كده ولا لا بتقول الموظفة انها ما شافتهاش قبل كده. ولما اتصل كيم على اخر رقم اتواصلت معاه ليه قبل ما تموت اللي رد عليه كان هيون مدير الشرطة. بيروح يعرفوا اللي حصل وبيطلع ان هيون كان زبون وصاحب لليه وبيروح مطعمها كتير. وبيحاول كيم يسأله ويعرف منه ليه كلمها، بس يون الرئيس بيفهمه انه كان بيحجز اوضة عندها. بعد كده اتصل وكان هيلغيها وهي ما ردتش وما راحش اليوم ده. اتصل كيم بالموظفة بتاعة المطعم واكدت كلام هيون انه ما جاش فعلا، بس الشخص اللي كانت ليه
بتتكلم معاه قبل ما تموت كان بيقعد مع هيون على طول، وبتقول انه ممكن يكون ظابط هو كمان. بيبدأ كيم يكتب اسماء افراد الشرطة اللي راحوا المطعم بتاع لي، وبيطلع انهم عدد كبير، حتى مدير المباشر يانج، وبيبدأ يستجوبهم. الاخبار بتتسرب للاعلام، وده بيعمل ضغط عليهم وبيطلب منهم الرئيس يحلوا القضية في اسرع وقت. بيعرف كيم من موظفة المطعم اسم الضابط اللي كان مع هيون من على الازازة المشروب الخاصة بيه، وبيعرف كيم مكانه وبيروح يقابله. بيتكلم كيم مع الضابط تاي اللي حاول يعرفه انه راح المطعم، وبالصدفة اتكلم مع لي، وبعدها خرج ورجع البيت وما يعرفش حاجة. في نفس الوقت يون بتحاول تلاقي شيء مشترك بين قضية موت عمها وقضية لي، وبعد ما جمعت كل الأدلة والمعلومات مش بتلاقي شيء مشترك غير لعبة الألغاز، وبتفكر دلوقتي ازاي تعرف القاتل من القطعة دي بس. ولما رجعت البيت والجو كان مطر ودخلت جوه، الكهرباء طفت نفس يوم موت عمها، وافتكرت وقتها ان القاتل كان لسه معاها في البيت وخرج، لكن هي من الصدمة ما قدرتش تعمل حاجة. تاني يوم اتنقلت يون لقسم التحقيق في جرائم العنف، وهتشتغل على قضية ليه بأمر من الرئيس هيون. بيتكلم كيم معاها وعاوز يعرف هي بتعمل ايه هنا. عرفته انها افتكرت انها كانت مع القاتل في نفس المكان من 10 سنين، وبتبدأ تفتكر، بس طبعا كيم مش بيصدقها، وكان مقتنع انها هنا علشان حست انها قربت تتكشف. في اجتماع لفريق الشرطة بيعرفهم ضابط انه بعد ما استجوب واحد من السكان عرف منه انه لما كان بيركن عربيته في المكان اللي لقوا فيه عربية ليه واقفة، واللي هي نقطة عامية ما فيهاش كاميرات، كانت عربيته بتتضرر. مرة يلاقي العجل نايم او حاجة مكسورة فيها، وبيفهم كيم ان القاتل كان بيخطط من زمان يقتل ليه في نفس المكان ونفس التوقيت بالظبط. ولما راح يراجع الكاميرات مرة تانية شاف ان ليه كانت هي اللي سايقة العربية، بس بشكل مش واضح. كان القاتل معاها ولافف حبل حوالين رقبتها. في نفس الوقت بتوصل يون وبتقابل كيم في مسرح الجريمة، وبتحاول تفكر معاه ويحلوا القضية سوا. وعرفته انها شك ان القاتل يعرفها، وده لانه بيبعت لها العاب اللغز، وكانت عاوزة شخص تثق فيه. بتعمل بحث كامل عن القضيتين، قضية عمها وليه، وبتروح تعرف الفريق اللي وصلت له ان الجاني هو قاتل متسلسل، وده اللي بيرفضه الفريق فورا. حاولت تفهمهم ان القاتل كان بيراقب الضحايا وكان قريب منهم ويعرفهم، لان ده بيبان من مسرح الجريمة ان مفيش اي اقتحام او عدوانية. وبتفسر يون ان في خلاف بين القاتل والضحايا، والعاب اللغز هي علامة القاتل في مسرح الجريمة. بس لسه الفريق مش مقتنع بكلامها، وفجأة دخل الرئيس هيون وبيرمي ملف القضية عليهم وبيمشي. بيتكلم الرئيس معاها وحاول يفهمها باللي بتعمله ده مش هتوصل لحاجة وهتضايق الناس حواليها، لكنها طلبت منه يسيبها على راحتها. من ناحية تانية بيبان ان كيم مصدق يون، وبيقنع الفريق انهم يدوروا ورا حياة ليه علشان يوصلوا للقاتل. بتروح يون مع كيم لبيت ابو ليه الضحية، وبيعرفوا انه ساب البيت من زمان وراح دار رعاية، بس بتعرفهم الممرضة انه مصاب بالخرف ومش بيتكلم مع حد. وقتها بتشوف يون بنت لابسة لبس مدرسة، ولما بيدخل كيم يتكلم مع الراجل العجوز فعلا مش بيرد. وفجأة دخلت عليهم يون وهي لابسة لبس مدرسة وبتنادي الراجل كأنه ابوها، وبتعمل نفسها انها ليه. كيم بيقول ان ده مش هينجح، لكن بيتصدم لما الراجل بيرد عليها وبيتكلم معاها. بيتكلم كيم مع الممرضة وبياخد رقم الشخص اللي جاب الراجل ده هنا. في نفس الوقت يون والراجل العجوز كانوا بياكلوا سوا. وقتها سألها لو كانت سابت صاحبها ولا لسه معاه، ويون عملت نفسها انها فاهماه وبتقول انها انفصلت عنه، وحاولت تسأله عن اسمه بس الراجل مش فاكر، وبيعرفها انه كان مش مرتاح له. وحتى كيم لما راح قابل صاحب الراجل العجوز اللي دخله دار الرعاية عرف منه ان ليه هربت من البيت من سنين لما امها ماتت، ورجعت من فترة معاها شخص وبتقول ان جوزها، بس ابوها مرتاحلوش ومشي التاني. ولما كان راجع فجأة شاف بيت الراجل العجوز منور، سحب سلاحه ودخل بهدوء، لكن بيتفاجئ ان يون هي اللي هناك، ومع بعض حاولوا يلاقوا اي دليل على الراجل اللي جه مع ليه. بتدور يون في الصور وبتلاقي صورة لشخص غريب جنب ليه، وبدأ الفريق يدوروا على الشخص اللي في الصورة. تاني يوم بيروح كيم يقابل موظفة مطعم ليه، وبيوريها صورة الشخص اللي لقوه، وبيطلب منها تتخيله اكبر ب20 سنة. وفعلا بتتعرف البنت عليه وبتقول انه جه اول ما افتتحوا المكان يبارك لليه واشترى اغلى مشروب، وبعد فترة كبيرة من شهر رجع تاني بس كان شخص مختلف وتصرفاته اتغيرت، وجاي يطلب فلوس من ليه، وبيدعي ان المطعم ده اتفتح بفلوسه وان شقتها كمان كانت ملكه وهو اللي اداها لها. وقتها كانت هتتصل بالشرطة بس ليه وقفتها. ولما كيم سألها عن اسمه بتعرف انه اداها كارت مطعمه الصيني وطلب منها تيجي معاه مرة هناك. في نفس الوقت كانت الشرطة وصلت لبصمة غريبة في عربية ليه اللي لقوها مقتولة فيها، وبيعرفوا صاحبها واللي طلع الصيني صاحب نفس المطعم اللي كيم وصل له. بيتحركوا فورا لهناك، بيدوروا في المطعم مش بيلاقوه، وشوية من الفريق بيروحوا بيته وكمان بيعرفوا انه مش هناك. في مكان تاني بنشوف الراجل الصيني اللي الشرطة بتدور عليه، بيوصل لفندق وبيفضل يخبط على باب اوضه
الأوضة، ولما بتتفتح فجأة بنشوف إن في حد بيقتله وبيقطع فيه وبيلبس هدومه وبيحط أجزاء من الجثة في شنطة وبيرميها في النهر. لسه الشرطة بتدور على الراجل الصيني وبيوصلوا لآخر مكان تليفونه اتفتح فيه وبيدوروا على عربيته وبيلاقوها مركونة هناك. ولما راجعوا كاميرات المكان شافوا إن الراجل الصيني نزل من العربية ودخل لمكان وما خرجش تاني أبدا. بيلف كيم حوالين المكان وبيلاقي سور عالي وبيتسلق، ولما بيوصل للقمة إيده بتتجرح. بعد ما فتحوا العربية كانوا مفكرينه هرب بعد ما اكتشفوه، وفعلا في العربية بيلاقوا حبل المشتبه إنه قتل بيه ليه. بيراجعوا خط سير العربية وبيعرفوا إنها اتجهت لنهر وقعدت هناك 3 ساعات، وبعد كده ظهرت تاني في الكاميرات لحد ما العربية جت ووقفت في المكان اللي لقوها فيه. وبيعرفوا برضه إن بطاقة البنك بتاعته اشتغلت آخر مرة في فندق قريب من النهر. بيروح كمل هناك وبيدخل الأوضة اللي مفروض كان حاجزها، ولما دخل الحمام بيلاحظ بقايا دم. بيجيبوا فورا فريق الطب الشرعي وبيكتشفوا ان المكان كان غرقان دم، وكل ده مفكرين ان الشخص الصيني هو اللي قتل حد كمان وهرب. وبيعرفوا ان في حد خرج من نفس الفندق لابس بنطلون احمر ومعاه شنطة سفر حمراء، وده نفس لبس الراجل الصيني اللي شافوه في الفيديو. كيم بيدور في المنطقة وبيوصل للنهر وبيشوف آثار على الأرض ومركب، وفورا بدأت الشرطة تدور في النهر كله. في نفس الوقت وصلت يون وبدأت تحلل اللي حصل في أوضة الفندق، وكانت شاكة ان مش الراجل الصيني هو القاتل وممكن يكون الضحية. في النهر الغواصين بيطلعوا شنطة حمراء، ولما فتحها كيم بينصدموا الكل ان فيها اجزاء من الجثة، لكن الوجه مش موجود وده هيصعب التعرف على الجثة. بتوصل يون للمكان وبتتكلم مع كيم وبتعرفوا ان مش الراجل الصيني هو اللي قتل ليه، لان اللي قتل ليه بالطريقة المحترفة وما سابش وراه اثر ده عاوز واحد عنده ضبط نفس عالي. اما الراجل الصيني وعلى حسب المعلومات اللي وصلت لهم انه همجي وسريع الانفعال، وبتكون متأكدة ان الراجل الصيني هو اللي في الشنطة. بس كيم مش مصدقها لان بصماته كانت في عربية ليه، وفعلا بعد فحص الحمض النووي طلع ان الجثة هي للراجل الصيني. بتروح يون تقابل مرات الراجل الصيني كانج بعد ما سمعت اعترافاتها وحست انها مخبية حاجة. بتفضل تتكلم معاها، وبما ان يون محللة جنائية بتعرف كتير عن شخصية الست بسهولة، وان كان في مشاكل كتير في علاقتها مع جوزها كانج الصيني. بتروح يون لفريقها القديم في التحليل الجنائي وبتتكلم معاهم عن القضية الأخيرة لموت كانج الصيني، وبعد فترة من التحليلات استنتجوا ان القاتل هي واحدة ست. ويون بتحكي الجريمة اللي حصلت لكانج بالتفصيل وكأنها كانت موجودة او هي القاتلة مثلا، بس لسه حتى بعد ما وصلوا للمعلومات دي هوية القاتلة مجهولة ومش هيعرفوا يوصلوا لها. بتروح يون بيت كيم وبتتصل عليه لكن مش بيرد وكان بره. بتقدر تخمن كلمة السر وبتدخل البيت، ولما بيوصل بيتفاجئ بيها جوه وبتعرفه انها جايبه له اكل بس بتقعد تاكله لوحدها. بتعرفه انها شاكه في مرات كانج انها ممكن هي المسؤولة عن موته او هي اللي قتلته، بس كيم عرفها ان ده لسه بدري عليه، لسه هيستجوبوها تاني. وفعلا تاني يوم كيم بيستجوبها وبتسمع يون الاستجواب. بيعرفها كيم ان جوزها حاول يتصل بيها قبل موته بساعات اكتر من مرة بس تليفونها كان مغلق. بتعرفه انها كانت نايمة. سألها كيم لو كانت على علاقة براجل تاني غير جوزها، وفعلا كانت على علاقة ب4 رجالة في فترات مختلفة، وبتتهم واحد فيهم لانها انفصلت عنه وبتشك ان ممكن ده ضايقه فخلص على جوزها. فعلا بيروح كيم يقابل الراجل اللي كان رياضي وعرف كيم انها كانت علاقة سريعة لانه عارف انها متجوزة وكان بيضيع وقته. ساعتها كيم بيلاحظ ايده المجروحة في نفس الاماكن اللي ايده اتجرحت فيها لما تسلق السور، في المكان اللي لقوا فيه عربية كانج الصيني. الراجل بيعرفوا ان الجرح ده من لعبة تنس، وفورا استنتج كيم ان مرات كانج والراجل الرياضي رو شركاء في الجريمة. وفعلا بعد بحث بيطلعوا انهم كانوا اصحاب في المدرسة واتقطعت علاقتهم بعد المدرسة لحد لما اتجوزت كانج ورجعت علاقتها تاني بالراجل الرياضي رو، وبموت جوزها ممكن تتجوزوا وياخدوا كل ورث كانج اللي كان من ضمنهم المطعم الصيني وفلوس في البنك. وكيم بيستنتج ان الدافع الحقيقي لما كانج عرف ان مراته بتخونه. كل حاجة تمام بس لحد دلوقتي مفيش دليل ملموس يقبضوا بيه عليهم. يون بتعرفهم انهم محتاجين يخلوهم يختلفوا، واحد فيهم يعترف على التاني. ومن تاني يوم بدأوا التحقيق معاهم، بيبدأ مع روح وكيم بيحاول يعرفوا ان سيو مرات كانج في الأوضة التانية دلوقتي بتعترف عليه ان هو اللي قتل جوزها. فضل كيم يضغط عليه بس رو كان ماسك نفسه ومش عاوز يعترف لحد لما اعترف بالحقيقة. سيو هي اللي قتلت جوزها وهي اللي قطعته، واعترف على مكان باقي الجثة ووصلوا للراس وباقي الجسم اللي دفنوه رو ورا السور اللي اتسلاه واتجرحت ايده فيه. والشرطة كده بتكون حلت القضية دي، وكمان على حسب الأدلة اللي عندهم ان كانج هو اللي قتل ليه بعد ما اختلف معاها على فلوس. وكده بتكون الحكومة خلصت من قضيتين وريحت الناس والإعلام. بس يون بتعرف فريق كيم
ان ليه ما ماتتش على ايد كانج ولا سيو، ولسه القضيه ما اتحلتش. ولما رجعت يون البيت بتلاقي رساله في صندوق باردها، ولما فتحتها لقت القطعه الثالثه من لعبه اللغز. يون مش فاهمه ايه دخل قضيه سيو وجوزها كانج في لعبه اللغز اللي ابتدت مع عمها ولي صاحبه المطعم. من القطعه اللي جات كان اللي راسمها محدد على الاماكن اللي اتقطعت فيها الجثه بالظبط، ودي معلومه سريه الشرطه بس اللي تعرف عنها. وبتشك يون كانج كان هدف القاتل من الاول، بس ليه ما قتلوش على طول؟ وهل فعلا سيو مراته هي اللي قتلته؟ بتروح يون تقابل سيون وورتها لعبه اللغز، وفهمت فورا ان دي الاماكن اللي قطعت فيها جوزها، وعرفت ان كان في حد ناوي يقتل جوزها وكان مشاهد من بعيد على اللي بيحصل. وسالتها يون لو شك في حد، افتكرت انها حست بحد حواليها لما كانت بتتخلص من جثه كانج. سيون سالت يون ازاي وصلت للشنطه مع انها متعمده ترميها بعيد في النهر. يون عرفتها انها سابت اثر السحب على الارض. صدمتها سيو انها هي ورو كانوا شايلين الشنطه. في نفس الوقت وصل بلاغ للشرطه عن جثه جديده، راجل لقوه ميت في اوضه استراحه، والتشخيص الاولي انها حاله تسمم. بس الغريب ان في 3 شربوا معاه احتفالا برجوعه للشغل بعد سنه اجازه وما ماتوش ولا في اثر سم في دمهم. وصلت يون للمكان وتوقعت انها جريمه قتل، حد خطط وضاف سم لمشروب الضحيه بشكل ما يخليش الضحيه تحس بحاجه وتشرب بكامل ارادتها ويموت، بنفس اسلوب ضبط النفس اللي قاتل اللغز بيستخدمه. ولما رجعوا الكاميرات ما شافوش غير ال3 اللي دخلوا وهم اللي استجوبوهم. كان ردهم انهم فكروه نايم، وواحد فيهم تاني يوم بالنهار حاول يصحيه علشان الشغل بس اكتشف انه مات، واقوالهم كانت متطابقه. واضح قدام الشرطه ان محدش منهم السبب، حتى اللي اشترى المشروبات. وليه يقتلوه في اول يوم شغل ليه بعد سنه؟ ولما فضلوا يستجوبوهم اكتر بعد ما عرفوا ان السم المستخدم كان سم النيكوتين، كانوا الرجاله كل واحد بيتهم التاني ان هو القاتل. اغلب فريق الشرطه بيشك في الشخص اللي اشترى المشروبات بس مفيش دافع، عكس الاتنين التانيين. واحد فيهم كان مديون للضحيه بفلوس، والتاني بيشرب سجاير الكترونيه بالنيكوتين. بيروح كيم يقابل يون وبيحاولوا مع بعض يعرفوا دوافع كل شخص في ال3 ليه ممكن يقتل صاحبه. اكتر شخص مشتبه بيه هو الشخص اللي اشترى المشروبات وغاب اكتر من نص ساعه، وده وقت كافي يحط فيه السم. والدافع اللي يون وصلت له انه كان على علاقه ببنت شغاله معاهم في المصنع، والمقتول حذره كذا مره يبعد عنها. بس يون شك في حاجه تانية، ان ممكن شخص تاني خالص يكون هو اللي حط المشروب المسمم ليهم وخلاهم يتخانقوا ويحصل اللي حصل ده. وعلشان يعرفوا اللي حصل فعلا يون بتقترح يدوروا بره ال3 اشخاص دول، لان كان ممكن يكون اي واحد فيهم هو اللي يموت واللي مات مش مقصود بعينه، او عاوزهم ال4 يموتوا. وقتها افتكر كيم انه شاف عامل نظافه في المصنع كان بيشرب فيب، وفعلا من الكاميرات المراقبه شافوه انه دخل الاوضه ينظفها قبل يوم من الحادثه. ولما استجوبوه مش بيطلعوا منه بحاجه مفيده، بس عرفهم حاجه حصلت في المصنع من سنه. كيم ويون بيروحوا بيت تشوي الضحيه وبيشوفوا البيت نظيف ومرتب بشكل مبالغ فيه، حتى الغاز مطفي، وكأن اللي رتبه عارف انه مش هيرجع تاني. ومن المعلومات اللي عندهم ان ابن تشوي مات من سنه. يون طلبت من كيم يسأل ال3 اصحاب ايه ممكن يكون الدافع عند تشوي انه يقتلهم، وده اللي عرفوه من عامل النظافه، ان في علاقه بين ال3 دول وموت ابن تشوي. ان من سنه في المصنع ابن تشوي كان شغال معاهم، ولما كان مع اصحاب ابوه ال3 جوه المصنع فجاه وصلت الاسعاف واتنقل الولد اللي كان مات بسبب انه اتعلق في حزام النقل، ومحدش يعرف اللي حصل بالظبط غير ال3 دول. وبيبان ان ال3 سابوا الولد شغال وراحوا ياكلوا، وكان ابوه بره المصنع، وفجاه الآلة سحبت دراعه وما قدروش يلحقوه غير بعد فتره. وبيوقفوا الآلة وما بيتصلوش غير بمديرهم علشان ما يحصلش مشاكل، وما كانش بيرد. واتفقوا يقولوا انها حادثه حصلت بسبب اهمال الولد، وهم كانوا حواليه بس ما قدروش يلحقوه. واللي وصل له كيم بعد ما عرف اللي حصل ان تشوي كان عاوز ينتقم منهم باي طريقه، حتى لدرجه انه يموت نفسه ويلبسهم تهمه موته. وفعلا بنشوف اللي حصل يوم الحادثه، ان تشوي هو اللي حط السم في المشروب وحطه في الثلاجه. وقت الاستراحه كانوا بيشربوا وبياكلوا الطلبات اللي جابوها، ولما المشروبات خلصت عرفهم تشوي ان في ازازه في الثلاجه، صاحبه جابها له وراح الحمام، شرب منها تشوي فعلا وبدا يحس بتعب ووقع على الارض يتلوى من الالم لحد لما مات. وبكده اتحلت القضيه. بس يون متضايقه، ليه ممكن حد يموت نفسه علشان ينتقم؟ بتروح بيت كيم وبتجيب نفس الطلبات اللي الاصحاب اكلوها يوم موت تشوي، حتى كانت حاطه ازازه في الثلاجه مفتوحه وبتصب لنفسها والكيم، بس كيم بيشرب عادي. وبتوري له القطعه الثالثه من لعبه اللغز، ولما شافها اتصدم وعرفته يون ان القاتل حواليهم وبيراقبهم. بس عندها وجهه نظر تانية، ليه ما يكونش الضحايا او اللي هم فاكرينهم ضحايا يكونوا هم مجرمين؟ عمها ولي وكانج وغيرهم لسه
لسه ما يكونوش مشتركين في جريمة كبيرة حصلت، وبتشك يون ان لسه في تكملة للقطع الثلاثة لحد لما يوصلوا ل9. كيم مصدوم ومش فاهم. تاني يوم بيعملوا مقر للتحقيق في بيت كيم علشان يكونوا بعيد عن الانظار لانهم شاكين ان القاتل حواليهم ومراقبهم، وبعد شوية بحث بيعملوه بيوصلوا لشخص اسمه دو. مفروض ان كانج كلمه 3 مرات قبل ما يموت، ودو بيقول ان كانج اتصل عليه بالخطأ، بس يون بتشك في الكلام ده وبترجع تقابله تاني وبتسأله لو يعرف كانج وليه اتصل بيه 3 مرات، بس لسه مصمم على كلامه انه كان بالخطأ. مش بتطلع منه بحاجة مفيدة. في نفس الوقت بيروح كيم لسيو في السجن وسألها لو سمعت جوزها كانج جاب سيرة دو وبيوريها صورته، وفعلا بتطلع تعرفه انه صاحب شركة بناء وكان مفروض يظبط لهم مراسم زواجهم بس رفض، لكن الكلام ده من 3 سنين. بيفكر كيم ويون ايه اللي ممكن يجمع صاحب مطعم ورئيس شركة بناء مع بعض، وبعد فترة طلب منها كيم تروح لبيتها علشان تنام، لكنها بترفض وعرفته انها اول مرة تنام ساعتين على بعض من 10 سنين كانت الليلة اللي فاتت، وكانت عاوزة تنام في بيته لانها حاسة براحة هنا حتى لو على الكنبة. وفجأة وهما بيتكلموا وصل خبر لكيم ان دول لقوه ميت النهارده. بتوصل الشرطة لمكتبه وبتلاقيه ميت، وبتعرفهم يون انها جات وزارته النهارده الصبح. كانوا شاكين ان سبب الوفاة سكتة قلبية بسبب انهيار اسهم شركاته، بس اول ما يون بتشوفه بتلاحظ مكان لابرة في راسه من ورا، وبيعرفوا كمان ان كل تسجيلات الكاميرات اتمسحت. يون عرفته ان ده الضحية الرابعة وان هو كمان جاني. ولما كانت يون في الطب الشرعي وصل لها ظرف وكانت فيها لعبة اللغز الرابعة. في نفس الوقت بيعرفوا سبب الوفاة اللي كانت بنسبة عالية من الأنسولين. بترجع البيت وبتركب القطع مع بعض وبتلاحظ ان الصورة بتبدأ توضح فيها 4 أشخاص في ملاهي حواليهم أطفال، وبتشك ان ممكن الناس اللي ماتوا دول ليهم علاقة بالمكان ده. بتدور في صور الملاهي الموجودة في المدينة وبتلاقي واحدة تقريبا شبه اللي في لعبة اللغز. في نفس الوقت كيم ورئيسه يانج بيروحوا لواحد من المشاريع اللي شركة دو كانت شغالة عليها، وبيسأل المدير هناك لو في حد ممكن يكون عنده دافع من العمال او من اي حد انه يقتله. الراجل عرفه ان القايمة طويلة، لكن كان في شخص بينهم مشاكل على طول اسمه كانج. دو كان بيستخدم كانج في رهانات الجولف لانه كان شاطر في اللعبة دي، بس دايما بينهم مشاكل بسبب طمع كانج. بتوصل يون للملاهي وبتلاقي عامل شغال هناك، وبيعرفها انه شغال هنا من لما الملاهي اتفتحت من 33 سنة، وسألته لو في حادثة كبيرة حصلت نتج عنها وفيات، لكن الراجل اكد لها ان ما حصلش اي حاجة وان الاطفال بتحب تيجي هنا، لكن الملاهي دلوقتي هتتقفل نهاية الشهر. ولما رجع كيم البيت بيلاقي يون جايبة بالونات كتير من الملاهي، وكمان مصورة كل الاجزاء اللي في الملاهي وظهرت في اللغز، وهدفها دلوقتي تعرف الرابط بين الملاهي والجرايم اللي حصلت. تاني يوم بيروح كيم وسان صاحبه لمسرح جريمة موت دون، وبيلاحظ سان اللي كان اول شخص وصل للمكان ان في مناديل كانت في مكان معين، بس على ما الطب الشرعي وصل وصوروا مسرح الجريمة المناديل دي اختفت وما ظهرتش في الصور. بيشك كيم في الفريق بتاعه ان في شخص بيتلاعب بالادله، وشكه الاكبر في المدير المباشر يانج، بس راح كيم وعرفه كل حاجه، وحتى يانج عرفه انه بكده في حد بيساعد القاتل من جوه المركز، لان المناديل دي مش بتاعه دو، وده على كلام السكرتيره انه مش بيستخدم مناديل، يبقى بتاعه القاتل وقعت بالخطا وشريكه اخدها. ولما كان في عربيته فجاه بيلاقي يون بعتاله رساله بعنوانها، ولما راح بيعرف انها في شقه ليه الضحيه اللي ماتت صاحبه المطعم. بتعرف كيم ان الشقه دي هي الرابط بين ال4 ضحايا. ليه اخدت الشقه من كانج واول مالك للشقه هو دو، بس اللي لسه مش عارفينه ايه اللي حصل في الشقه دي خلى كل ملاكها يموتوا بالطريقه دي. ده السؤال اللي مش هنعرف اجابته. عارف ليه؟ لان الجزء الاول خلص على كده. استنى الجزء الجاي اول ما ينزل اتاكد ان هلخصه برضه، وما تنساش تضغط على الاعجاب وتشترك بالقناه وتفعل الزرار بتاع الجرس وتكتب لنا رايك في التعليق. سلام.